اهلا الخوت، مرحبا بكم عاوتاني في حلقه جديده ديال ايديومز. هذه الحلقه 15 شابتر 15 غادي نتعلم واحد الايديوم اللي هي كلير. كلير هو انك تكليني شي يعني كلير يعني تبين شي حاجه. كلير ذا اير يعني آه تصفيه الهواء ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن المعنى ديالها هو كلير ذا اير تو ريزولف ا بروبلم. ياك يعني غتحل واحد المشكل انت بينك وبين شي واحد المشكل، كتقول ليه we need to clear the air, just to clear the air. يعني خاصكم تهضروا في شي حاجه مازال ما هضرتوش فيها. فاش كيقول لك مثلا شي واحد كيقول لك راه مازال ما ساليناش هنا، يعني مازال شي حاجه مازال خاصكم تهضروا. يعني there are hidden thoughts. hidden thoughts هو يعني شي افكار ولا شي حاجه بحال هكاك مازال ما هضرت، شي حوايج مازال ما هضرتوش فيه. كاينين حوايج اللي مازال ما هضرتوش فيهم وخاصكم تهضروا فيهم. وباش تهضروا فيهم يعني وغالبا هاد تكلير ذا اير كتستعمل ما بين الاشخاص اللي كاينه العداوه بيناتهم ولا كاين بيناتهم المشكل. يعني واحد مثلا مازال ما هضروش يحلوا المشكل to resolve the problem، مازال ما حلوش المشكل، وواحد خايف من واحد ينتقم منه. يعني واحد دار شي حاجه ولكن الاخر مازال ما هضروش في داكشي، كيقول ليه اجين come here we need to talk, we need to clear the air, just to clear the air. يعني غير باش نهضروا ونحلوا المشكل، باش ما تمشيش عاوتاني ترجع وتقول لي لا هادي ولا هادي ولا تنتقم مني. المهم شي حاجه بحال هكا كتستعمل بزاف فاش يكونوا مثلا في الافلام to clear the air. كتستعمل في الافلام بزاف ما بين مثلا المحابسيه، مثلا شي واحد مع شي واحد شاد مع الحسيفه، شي حاجه بحال هكاك to clear the air. هذا هو المعنى ديالها، هو انكم تحلوا المشكل. يعني بغيتي تهضر مع شي واحد باش تحلوا هذاك المشكل اللي كان بيناتكم مازال ما هضرتوش فيه، كتحلوا المشكل باش ما يتعاودش ما يزيدش للقدام، باش توضعوا النقاط على الحروف. هي هذه كانكم توضعوا النقاط على الحروف. اجي باش نوضعوا النقاط على الحروف. هذا ما كان. تهلاو الخوت، نتشوفوا في الحلقه الجايه في الحلقه الاخرى. تهلاو.